كشف مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مساء اليوم الأربعاء عن تأييد المحكمة الرياضية الدولية قرار إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات. وأشار المصدر إلى أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارها اليوم بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات بسبب قضية المنشطات التي تعرض لها في الفترة الماضية. وأضاف المصدر أن رمضان صبحي يتبقى له خطوة الاستئناف على قرار إيقافه في المحكمة الفيدرالية. ولم تكن هذه الصدمة الأولى التي يتعرض لها رمضان صبحي في الفترة الحالية، فقبل أيام قليلة تم حجز رمضان صبحي بسبب قضية التزوير. وفي الدقيقة التالية نستعرض أزمة رمضان صبحي مع المنشطات منذ البداية وحتى الآن. بدأت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بشكل عام عندما كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة إيجابية عينة اللاعب، قائلا يوم 31 مارس 2024 خلال استضافته في إذاعة أون سبورت FM: منظمة المنشطات أرسلت لنا خطابا رسميا بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز. وأضاف جمال علام: أبلغنا نادي بيراميدز بإيجابية العينة وله حق التظلم على القرار خلال 10 أيام. وبعدها أكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو يوم 27 مايو 2024 إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته. وفي يوم 10 يونيو 2024 علق حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، إذ قال أن اللاعب مهدد بالإيقاف لمدة 4 سنوات بالفعل. أما في يوم 12 يونيو 2024 أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أكد من خلاله أن تصريحات حازم خميس رئيس المنظمة المصرية وجمال علام رئيس اتحاد الكرة غير مسؤولة. أما في يوم 17 يوليو 2024 أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، وقررت بالأغلبية الآتي: 1. عدم فرض عقوبة على اللاعب. 2. الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب. 3. بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار. ثم عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي، وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري، وذلك يوم 22 يوليو 2024. ثم قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية، وطالبت بإيقافه 4 سنوات، وذلك يوم 17 سبتمبر 2024. قبل أن يتوجه رمضان صبحي وممثليه القانونيين إلى المحكمة الرياضية، والتي أيدت اليوم الأربعاء قرار إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات. وبالتالي فإن القضية بدأت مع رمضان صبحي يوم 31 مارس 2024 بتصريح جمال علام، ومستمرة حتى الآن، أي بعد 605 أيام.